ولو بتحبوا الملوحة والفسيخ والحاجات الحلوة دي واحنا داخلين على شم النسيم، يبقى الفيديو ده ليكم. النهاردة هنعمل ملوحة البسارية بطعمها الأصلي، ملحها مظبوط جدا جدا، وقوامها طري وبيدوب في البق. كانت النهاردة يا بنات زي الزبدة زي ما انتوا شايفين كده. كان طعمها حلو جدا، تنفع كمان لحشوات البيتزا كأنها انشوجة بالظبط. ممكن تستخدميها في حشوات البيتزات كأنها انشوجة بالظبط. النهاردة هتعملي الانشوجة في بيتك والملوحة بأبسط طريقة. أهم حاجة الطعم، والأهم التظبيط بالنسبة للملح وبالنسبة للوقت اللي هتستوي فيه البسارية، سواء كنت عايزاها طرية جدا أو ناشفة. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا نص كيلو من البسارية. البسارية يا جماعة دي بسارية بلدي. أهم حاجة البسارية بتاعتك تكون بلدي وطازة كده زي ما انتوا شايفين. جبت البسارية غسلتها غسلة كويسة جدا. تمام. وبعد كده بنشفها، سواء بقى ممكن تنشفيها تحطيها على صينية أو تحطيها على حتة قماشة فوطة كده تكون ناشفة، وتشغلي عليها المروحة. خلاص هتنشف معاكي وهتبقى زي الفل. والطريقة الأسرع إن انت هتمسحيها بالمنديل كده، احنا نشفناها شوية في المصفى. خلاص بس هتطلع برضو زي الفل. الطريقتين حلوين جدا. استعنا بقى بأختي الكبيرة، ربنا يبارك في صحتها يا رب. ساعدتني ونشفناها كده بالمناديل. خلاص لحد لما شلنا منها كل المية اللي فيها. هي اتصفت كويس جدا، بس لازم عشان تنجح معاكي وتطلع طريقتها كويسة جدا وتطلع مضمونة معاكي زي ما شفتيها كده في أول الفيديو، لازم تنشفيها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. مسكناها كده واحدة واحدة. خلاص. بصوا البسارية بتاعتك بقى عشان تعرفيها بلدي ولا مش بلدي. البسارية البلدي يا جماعة تلاقي فيها قشور، اللي هي القشر الفضي ده كتير جدا. لما تنزليها في المية كده بتبقى زي الفضة، مطلعة فضة سبحان الله. لكن البسارية اللي هي المزارع بتلاقيها غامقة شوية وما فيهاش القشور دي. خلاص. وبتلاقيها يعني بتحسيها ان هي مميميه كده، مهما تغسليها مهما تنشفيها مش هتعرفي اصلا تنشفيها. خلاص. لكن البسارية دي هي دي بقى اللي بتديكي الطعم الحلو جدا. خلاص كده بعد ما نشفناها كويس جدا، كل نص كيلو بسارية بحط عليه معلقتين من الملح ونص معلقة من الشطة، وأقلبهم كويس جدا كده بقى. يبقى كده خلاص وصفتنا خلصت. هي بتاخد ملح بس وشطة. خلاص كده. طيب البرطمان اللي انا هحط فيه البسارية، لازم البرطمان اللي احط فيه البسارية يكون معقماه كويس جدا، وهوريكم دلوقتي في الفيديو. خلاص. طيب احنا اهم حاجة عندي دلوقتي بقلبهم كويس جدا كده مع بعض من تحت لفوق لحد ما البسارية كلها بتتغلف بالملح زي ما انتوا شايفين كده. تمام. بصوا اتغلفت كلها بالملح والشطة. ملح وشطة فقط، بلاش تحط لها الوان او مش الوان. هي بصي اهم حاجة الطعم زي ما اتفقنا. متكلفيش نفسك زيادة عن اللازم. جبت البرطمان غسلته غسلة كويسة جدا، وقلبيه على وشه كده في الفرن، وعلى فرن ساخن يكون سابق التسخين، ويطفي الفرن هيتعقم معاكي وهيبقى زي الفل. او على عين البوتاجاز كده من فوق وهدي النار خالص، وقلبي البرطمان كده بس كل شويه تحطيه وتنزلي لحد ما ينشف الميه اللي فيه كلها. كده البرطمان بتاعك اتعقم كويس جدا، لان البرطمان لو مش متعقم معاكي هو ده اللي بيبوظ لك الوصفه. خلينا متفقين كده من اول حاجه. خلاص. الطريقه كلها واحده، بس اهم حاجه الترتيبات المهمه اللي بتعملي بيها الوصفه هي دي اللي بتنجحها. خلاص كده. بجيب البرطمان برضو بمسحه كده بمنديل نضيف، واجيب كيس نضيف برضو، كيس تلاجة كده اول استعمال، واقفله كويس جدا، وقفلتي تكون محكمه. خلاص. طيب انا نسيت اقول لكم هنا في الفيديو ان انا حطيت حوالي 3 4 معالق من الزيت كده على الوش. اهو شايفين. بصوا وانا جايه بفتح البرطمان، البرطمان بتاع البسارية ده خد معايا حوالي 10 ايام، لان انا بحبها دايبه. تمام. بحبها كده مستويه زي الزبده. في ناس بتحبها محمله شويه وتكون لسه يعني جامده او ناشفه شويه. خلاص بتفتحيه بعد 4 5 ايام بالكتير قوي تفتحي تاكلي منه. خلاص. لو تلاحظوا كده هو نازل من البرطمان كده كانها مهريه. لا هي مش مهريه، هي مستويه كويس جدا. انا بحبها كده. خلاص. دي ترجع لحريتك الشخصيه، بس اهم حاجه الطريقه الصح. خلاص. اول لما تفتحي البرطمان كده على طول هتحسي بتكة الامان دي، تعرفي كده برضو ان الوصفه بتاعتك ناجحه 100%. بصوا بقى البسارية عشان هي بلدي، طعمها يا بنات كان مظبوط جدا جدا جدا. الملح كان مظبوط على الشعرة.
لو عجبكم فيديو النهارده اشتركوا في القناه وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل وصفه جديده انا بنزلها على القناه. بصوا بقى، عشان لما هاجي اكلها انا ممكن او قبل ما اخللها اشيل منها الراس والديل. لا، انا ما شلتش منها الراس ولا الديل يا جماعه في التخليل، عشان كل المكونات بتاعتها هي بتنزل ميتها، وهي سر الطعم والريحه اللي بتشوفوها كده في البسارية. يعني بتديك الطعم الحلو كده، الطعم الاصلي. خلاص. لكن لو شلنا البطن بتاعتها والراس، عارفه ان انت مش هتاخدي الطعم الاصلي بتاع البسارية، انت شلتي منها حاجه، هي بتتخلل كده. ما ينفعش تتخلل من غير الراس ولا البطن بتاعتها، زي الفسيخ كده بالظبط. خلاص، كل وصفة بيبقى ليها طريقة معينة وتكنيك معين كده لازم تعمليها بيه علشان خاطر تطلع معاكي صح وتديكي الطعم الأصلي للوصفة. بصوا بقى، شلت هنا الراس وانا بقى جايين ناكلها. شلت بقى الراس كلها في الوقت ده. تقدري خلاص بقى تشيلي الراس كلها. خلاص، وتحطيها بقى في برطمان، تغسليه برضو كبرطمان يكون معقم جدا، وتحطي عليها الزيت وتحطي عليها الليمون. او موت، او لو انت مش هتاكليها دلوقتي حطي عليها زيت بس، ما تحطيش عليها ليمون. خلي الليمون والطحينه والحاجات الحلوه التانية دي لما تيجي تاكليها. خلاص. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبكم حطوا لي لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. ما تنسوش تشيروا القناه لاكبر عدد ممكن من صحابكم وقرايبكم. والسلام عليكم في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.